عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح كان في زيارة للمستشار تركي الشيخ لمصر، وتختلفوا او تتفقوا معايا، لكن انا بتفائل بنزول الراجل ده لمصر، لان هو بيبقى جاي باتفاقيات كبيرة لمصر. وبعد ما كل زيارة ليه بيكون في لقاء ما بين القادة في الدولتين. طيب النهارده كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، وقابل هناك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والملفات كثيرة قدامهم. يعني في أكتر من ملف للتحدث فيه. أولا ملف الصومال، لأن ده ملف البحر الأحمر وده يهم مصر ويهم السعودية. ثانيا ملف السودان، لأن الأمن القومي المصري يعتبر أمن قومي بالنسبة للمملكة العربية السعودية. وطبعا ملف اليمن والاختلاف ما بين الإمارات والسعودية، ومصر بتحاول تقوم بدور الوساطة ما بينهم. طيب ايه الجديد بقى غير كل الملفات دي؟ الجديد التصريحات اللي ادلى بيها السفير الامريكي في تل ابيب، وتصريحات نتنياهو امبارح. لازم نربط التصريحين ببعض، لان ده مش كلام عفوي، ده كلام دول هي اللي بتتكلم. فامبارح نتنياهو هو بيتكلم، قال ان احنا بنجهز نفسنا للقضاء على المحور السني. وطبعا على رأس المحور السني اللي نتنياهو بيتكلم عليه مصر والسعودية، لأن دول أكبر قوتين في المنطقة. مصر والسعودية يا جماعة دي مش شراكة ولا صداقة، مصر والسعودية دي أخوة. الأمن القومي السعودي بالنسبة لمصر هو أمن قومي مصري، والأمن القومي لمصر هو أمن قومي سعودي. فاحنا الموضوع ما بيننا وما بين السعوديه مفيش حد هيحاول ان شاء الله يفرق ما بيننا. بنقول للجان اللي بتحاول تعمل تفرقه ما بيننا وما بين السعوديه، مفيش الكلام ده. احنا والسعوديه اخوه، وهنفضل كده على طول، لان احنا شعب واحد، احنا اكبر قوتين في المنطقه، احنا الامن القومي واحد بالنسبه لنا. البحر الاحمر ساعة مصر هتضر السعوديه هتضر، فما فيش اختلاف ما بيننا خالص. وكل اللجان الاخوانيه اللي بتحاول تعمل مشاكل ما بيننا وما بين السعوديين، لا ما فيش الكلام ده خالص. انتوا بتشوفوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه رايح السعوديه، والامير محمد بن سلمان بنفسه بيجي مصر. فالعلاقات على احسن ما يكون، وفي اعمق جذورها التاريخيه. وان شاء الله ما فيش اي حد يحاول يتدخل ما بيننا ويعمل تفرقه ما بيننا وما بين السعوديه. وانا زي ما قلت لحضراتكم، انا بتفائل بقدوم المستشار تركي الشيخ لمصر، لان هو بيكون وراه خير للبلد، وهو محب لمصر زي ما احنا محبين للسعوديه. وطبعا دي وجهة نظر، كل واحد له وجهة نظر، لكن انا بقول رأيي، وبقول اللي فيه شعب كتير من شعب مصر بيعتقدوا. واللي شايف حاجة غير كده برضو له كل الاحترام، لكن هو بيبقى وجهات نظر. فربنا ينصر مصر وينصر العرب وخريج ابتدائي. سلام.